انا من عشاق البسارية. السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير دايما ويا رب تكونوا كويسين. نزلت السوق مش عارفه انا هشتري ايه، لقيت البسارية في وشي. بكام يا عم الكيلو؟ قال لي ب25. رحت جايبه جري وطلعت فوق، قلت بقى يلا عشان نعمل بسارية. طبعا مع احترامي الكامل للناس اللي ما بتغسلش البسارية وتجيبها تخللها زي ما هي، بصي عسل ايه اللي بينزل منها ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، لازم تغسليها مرة واتنين وتلاتة وعشرين حتى. غسلتها طبعا لحد ما نطفت خالص. طبعا انت لو شفت المنظر ده هتفضلي وراها. رحت جري جري جبت الحلة وقلت اعمل شوية رز بقى ببصل وكده، ومن ناحية تانية بعمل تنظيفات بقى للشقة عشان العيد. رحت هنا بقى جايبه برضك مكنه الزبادي، طبعا ما هو لازم نتسحر. بصوا الزبادي بقى اللي انا كنت عاملاه قبل كده برضك، والنبي مهما تشقلبي فيها مش هتنزلك ابدا. جبت كيلو اللبن وغليته وسبته يبرد شويه، ورحت جايبه الزبدية باخد منها معلقه واحده بس. بصي يعني كوبايه زي ما هي، يعتبر ما خدتش منها حاجه. وبالمضرب افضل ادوب فيها الزبادي كده لحد ما يدوب. لا تحطي سكر لا تحطي عسل، بس انا بقيت احط عسل. عشان ايه؟ عندي بقى ما بياكلوش العسل كده بالمعلقه، لازم احط لهم فيه عسل عشان خاطر يتقووا كده. برضو ما فيش فايده، بيحطوا عليه سكر برضو. مهما ايه فهمي فيهم ان انت حاطه عسل، ما فيش فايده، هيحطوا سكر ويسكروه. انا ما بعرفش اكله ولا من غير سكر ولا باي حاجه، اكله زي ما هو كده طبيعي كده. كفايه العسل اللي انا حاطاه ومتاكده ان انا حاطه عسل. هنقعد بقى ندوب في العسل حلو بقى كده، ومع مع الزبادي اللي انا حطيته في قلب اللبن. بصوا بقى هنا طبعا في كوبايه ناقصه اللي انا حاطه فيها دي، ف والاولاد طبعا نايمين فمش هعرف اكلها لحد، وانا طبعا كنت صايمه. فحاولت بقى ان انا اجيب كوبايات اللي هي القهوه الصغيره فناجيل واحشر فيها، مفيش فايده، مش راضيه تخش ابدا. رحت هشيلهم وهجيب بقى مج برضك ده قهوه برضك مالي مركزه كده، وهنعمل فيه برضك زبادي. بس بقى المشكله ان انا ما بحبش احطه في التلاجة من غير غطا، بس ده اتصرفت يعني وحطيت غطا برضك عليه يعني من بتاع برطمان. اتصرفي، الجيش قالك اتصرفي برضو. هنملى بقى الكوبايات كده كلها، وهروح بقى مولعة المكنة، وهروح بقى نشوف ايه اللي ورانا تاني. بصوا هنا في نقطة لبن وقعت، ما ينفعش تشغلي المكنة وفيها مية او فيها اي حاجة يعني، ده غلط. فبمسح اللبن اللي بيقع. نملى بقى الكوبايات كلها. لازم بقى بصي الزبادي ده اصلا ما ينفعش يفضى من البيت، بس الحمد لله يعني لازم الزبادي في قلب البيت. هنا طبعا خلصت وشغلت المكنة، وبصوا بقى حاجة كده حلوة كده لازم بقى هنيجي هنا بقى ونعمل بقى دقة السمك اللي بنحب نغمس بيها البسارية، ودي لازم جنب الاكل يعني. لازم عندي بقى التوم اللي انا مفرزاه، بكسر منه حتة كده على قد الاستعمال يعني، مش بكسر كتير وبرجع تاني احطه في قلب الفريزر جري. هنا بكسر بالسكينة وهرجع بقى. بصوا خلاص استكفيت يعني ايه، كفاية كفاية. بتفرزي توم بالسنة، والله ده عندي من السنة اللي فاتت، ولسه عندي كمان توم يكفيني السنة دي. بس انا بحب اعمل بزيادة لان احنا من عشاق التوم اصلا يعني، مش عارفة. دقة السمك اللي احنا بنعملها، السمك بقى بسارية سمك مشوي اي حاجة انت بتعمليها، هي توم وفلفل وقوطة وليمون والخل. احنا بس بنحب نغمس بيها يعني، انتوا فاهمين حاجة. نحط ملح وكمون. دي مش عارفة زي السلطة كده يعني، شبيهة للسلطة بس مش عارفة مش السلطة. ما علينا يعني، في ناس كتير عارفاها يعني وبتحب تغمس بيها وكده. احنا بنحبها جنب السمك، جنب المشويات، جنب الحاجات زي كده. في اليوم ده اصلا يعني فطرنا انا وساجدة لوحدينا. بصوا كده القوطة والفلفل وخلاص بقى. بنحط الملح والكمون برضك لازم. انا بقى حاطاه في الهاند بلندر لان الكبة بتاعتي مش الصغيرة مش شغالة، والكبيرة كبيرة جدا بتاعت الكيتشن ماشين كبيرة جدا، فبقيت اضربها في الهاند بلندر. تحطي خل بقى عشان يعني انا بحط خل عشان يمشي الدنيا. ادي الكمون بقى، هنحط شوية ملح كمان والليمونة وشوية الخل بس يعني، هو ده اللي انا بحطه. ادي الملح اهو، وتعصري بقى ليمون تحطي خل، مش عندك حاجة ده الخل. بص انا بتوصى بالخل شويه عشان احنا بنحب الخل يعني، وبرضك عشان عامله حساب ان يمشي الهاند بلندر معايا يعني، مش عايزين نبوظ حاجه. وادي الليمونه بقى عشان نعصرها حلو. ويلا بقى عشان نضربها بقى، نضربها ضربه كده كويسه كده بنت ناس كده، عشان خاطر ايه
بصوا ده الهاند بلندر، ده الشفشق بتاعه اصلا جاي معاه، كان معاه كبة تاني صغننة كده بس باظت يعني وقفت، بتاعة السكينة اللي فوق هي اللي بتاعة الغطا اللي فوق هي اللي وقفت. بصوا ضربتها في زرار بتضربي منه جامد ينعملك الحاجة قوي، وفي زرار تضربي منه يخليلك الحاجة خشنة زي ما هي. بصوا هوريكم دلوقتي. بصي دي كده انا خليتها خشنة اهي، شايفين؟ عشان احنا بناكلها يعني مش عايزينها مية. وهنا بقى رجعنا للبسارية بعد ما نضفناها بقى، هحط منها من الدقة دي بقى وهقلبها كده عشان لما اجي اقليها بقى تبقى ايه متبلة كده يعني، تبقى واخدة من طعم التتبيلة بقى. بصوا البسارية دي عشق والله العظيم، فعلا عشق. والبسارية دي كانت كبيرة يعني، كل بسارية كبيرة كده الواحد كل منها لما شبع والله. احنا بقى بنحبها بقى متخللة وحاجة كده جميل كده. بصوا بقى هنا الدقة هنفضيها، بصوا تقيلة ازاي ومحببة كده يعني، تقيلة كده زي ما هي مالية مركزها برضو. بصوا جمالها وحلاوتها. لا لا انا جوعت تاني والله. بصوا بقى هنا الزبادي، بوريكم بقى ان الغطا بصوا بيعرق، ان الغطا معرق وفي ميه بتنقط، فطبعا لازم تمسحي العرق بتاع الغطا ده عشان ما ينزلش على الزبادي وتعمل ميه. هنا بقى كنت غسلت الرز طبعا ونزلت بيه. عايزه اقول لكم ان انا يعني اليوم ده كان بيجري معايا بصراحه، سبحان الله يعني اليوم بيجري كده واحنا بنجري معاه يعني، كل حاجه مع بعض وفي وقت واحد. هنا كان جبت بقى الطبق طبعا معلقه على الزبادي وفي نفس الوقت بعمل الاكل وكلها تمام. حطيت فيه شويه دقيق وهمسك بقى البسارية بقى احطها في الدقيق ونروح قلينها على طول. دي بقى اسمها ايه يعني، البسارية دي اسمها جمبري الفقراء، والله العظيم كانوا بيسموها فعلا جمبري الفقراء. انت لما تقليها اصلا تعتبر زي الجمبري يعني، هي وطعمها يعني طعم يوديك حتة تانية كده يعني. في ناس كتير طبعا عارفاها وبتاكلها وفي ناس ما بتاكلهاش على حسب. بصوا هنا بقى هقلب البسارية في قلب الدقيق وهروح اقليها طبعا. آه بصوا بقلب شوية شوية، مش عايزة اوسخ الدقيق كله، هما كانوا اخر شوية عندي اصلا في الدقيق، فما كنتش عايزة اهدر دقيق. بقعد تقلبيه كده في الدقيق وبنفضه بقى يعني، واحطها في الطاسة واحدة واحدة يعني عشان ما يلزقوش في بعض. ولما يتحمروا بقى بص بتلاقيها بقى، بص جمبري من بعيد كده، جمبري جمبري. ها جمبري ولا مش جمبري؟ لا جمبري حلو بجد، انا بعشقه. انا عمري في حياتي ما اكلت جمبري اصلا لاني مش عارفه بقرف منه مش عارفه ليه يعني. وهنا طبعا ساجده لازم تطلع لها بحاجه، كان عندي قبلها بيوم كبده ومكرونه، فلازم سخني لي الكبده والمكرونه الباقيين وطلع بس كده من عينيا حاضر. ده بقى كان فطار انا وساجده، بس حطينا طبعا البسارية والدقه، وحطيت لها برضو طبق رز صغير كده برضو عشان لو حبت تاكل رز معايا، وفي نفس الوقت طبق المكرونه بالكبده يعني، ان حبت تاكل ده تاكل وان حبت ده تاكل ده تاكل يعني. وده كان فطارنا واليوم كان بسيط وكان حلو. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد ومع الف سلامه.